السلام عليكم، مرحبا بكم معايا في فيديو جديد وفي قضية جديدة. القضية ديال اليوم غدينا لدولة مصر. هاد النهار وبالضبط نهار 16 ماي 2024، يعني من هاد السنة هادي، واحد السيد اللي راكب في الطوموبيل ديالو هو والزوجة ديالو وغاديين في واحد الطريق صحراوية، يعني طريق ديال الإسماعيلية، غاديين حتى لواحد الوقيته وقفوا بالطوموبيل ونزل هاد الزوج هذا حل الطوموبيل ديالو باش يكب فيها شويه ديال الماء. المهم وهو واقف كيكب في الماء، مرتو في الطوموبيل داخل كدور راسها هنا واحد الوقيته كيبان ليها واحد بحال الشكل ديال الجسم ديال الانسان. المهم هنا تخلعات وقالت هاد الزوج ديالها، وفعلا ملي مشاو تاكدوا بانه هذيك راه واحد الجثه ديال شي بنت. هنا بالزربه اتصلوا بالسلطات وعلموا الشرطه اللي جات عندهم في هذيك الساعه منين جاهم البلاغ. المهم الشرطه منين جات لتمايا لقاو فعلا انها واحد الجثه ديال واحد البنت. المهم خداو هذيك الجثه اللي لقاوها عاريه، ما لابسه حتى شي حاجه وما حداها حتى شي حاجه اللي كتدل على الهويه ديالها. المهم خداو هذيك الجثه للطب الشرعي باش يتعرفوا عليها، وبقاو كيقلبوا في هذاك المحيط تما واش يلقاو شي حاجه اللي تدل على الهويه ديال هاد البنت او لا الحوايج ديالها. المهم بقاو كيمشطوا في هذيك البلاصه كلها. الجثه ديال هذيك البنت من بعد ما داوها للتشريح الطبي، خرج التقرير كيقول على ان هاد البنت تعرضت لواحد التعذيب، يعني اللي بزاف، جميع انواع التعذيب تعرضت ليها. ولقاو على ان الشعر ديالها محيد من بلاصتو، ولا يعني هذا اللي حيد ليها الشعر ما حيدوش بشي آلة حادة او لا بشي مقص، يعني كيبقى كيجرو غير باليد ديالو. ومن الحوايج اللي لقاو ان هاد البنت معرضه ليهم، هي معرضه للاغتصاب قبل من الموت ديالها وحتى من بعد الموت ديالها. ولقاو في الدم ديالها واحد الكميه كبيره ديال واحد المخدر، يعني واحد المخدر اللي كيطلق الاعصاب وكيخلي بنادم مرفوع وما عارفش اشنو اللي داير به. المهم من بعد هاد التقرير هذا اللي خرج، هاد التقرير الطبي، بقاو كيبحثوا كيعمقوا في البحث باش لعله يوصلوا لشي حاجه اللي تفيدهم في هاد القضيه. ولكن من غير هاد الجثه ديال هاد البنت اللي طلقات، كانت طلقات واحد الجثه ديال واحد البنت اخرى في شهر 4 يعني من نفس هاد السنه، وطلقات واحد الجثه اخرى قبل منهم اللي هي الجثه الاولى ديال واحد البنت حتى هي في شهر 11 2023. وهذيك الجثه الاولى كانوا لقاو على انها وصلت لواحد الدرجه ديال التحلل اللي صعيب يتعرفوا عليها او لا على الهويه ديالها. الشرطه خرجوا بواحد الاستنتاج، هو ان راه القاتل واحد، يعني واحد اللي صفاها لهاد البنات بثلاثه، وهو قاتل متسلسل وبالضبط كيستهدف النساء وبالضبط البنات اللي ما عندهمش شي حد يعني اللي غيسول عليهم. البنات اللي كيخرجوا بالليل، اللي كيكونوا ساكنين غير بوحدهم، تيكونوا بعادين على العائلات ديالهم. من بعد واحد البحث معمق كيقلبوا على ان تكون شي علاقه بين هاد البنات بثلاثه، لقاو على انهم ما بيناتهم حتى شي علاقه. بالعكس كل وحده ساكنه في بلاصه، بحال قلتي كل وحده ساكنه في مدينه، كل وحده ساكنه في محافظه، وحده ما كتعرف وحده وحتى وحده ما عندها علاقه مع الاخرى. وحتى السن ديالهم متفاوت، ماشي في نفس العمر. البنت الاولى اللي طلقات في العمر ديالها 34 سنه، والبنت الثانيه في العمر ديالها 19 سنه، والبنت الثالثه في العمر ديالها تقريبا ديك 29 30 سنه حتى هي، يعني الاعمار ديالهم متفاوته. الشرطه الحل الوحيد اللي بقى لهم هو انهم يشوفوا كاميرات المراقبه ديال هاد الطريق هادي. واخا يعني ديك البلاصه بالضبط فين تلقات الجثه الاخرى راه ما كايناش كاميرات ديال المراقبه تما، ولكن مشاو لاقرب كاميرات مراقبه لهذيك الطريق، حسبوا المسافه اللي كاينه ما بين هذوك الكاميرات ديال المراقبه حتى البلاصه فين تلاقات الجثه، وغيحسبوا يشوفوا يعني الطوموبيل اللي مشات حتى لديك المسافه ورجعات. خلاو هذا البحث لانه غياخذ لهم واحد المده اللي هي طويله، ومشاو كيسولوا في المحيط ديال هذيك البنت الاخرى اللي لقاوها او الجثه الاخرى. مشاو كيسولوا ياك ما تكون عندها شي عداوه مع شي حد، او لا يكون شي حد يعني ناوي لها على شي حاجه خايبه، ولا تخاصمت مؤخرا مع شي حد، ولكن ما لقاو حتى شي حاجه، وان هذه البنت ما عندها عداوه مع حتى شي حد. هنا واحد العائله جات لعندهم وكتسول على البنت ديالها اللي اختفت، يعني من العام اللي فات تقريبا من شهر 8 ديال 2023، وشاكين على ان بنتهم تقدر تكون
ضحيه من هاد الضحايا اللي تلقاو فعلا، لان البنت الاولى ما عرفوش الهويه ديالها، خداو من عندهم العينات ديال اللاضيين وداروا لهم تحاليل مع الجثه الاولى اللي لقاو ديال البنت، وفعلا لقاو على ان كاين تطابق وان هذه راه بنتهم. الشرطه في هذيك البلاصه اللي كانوا كيديروا ليها التمشيط وكيقلبوا على شي حاجه اللي غتفيدهم في البحث، لقاو شي حوايج واللي شكاو على انهم يقدروا يكونوا رجعوا للضحيه الاخرى اللي تلقات. داوهم للطب الشرعي وبصح يعني من بعد ما خرج ليهم التقرير الطبي كيأكد على ان هاد الحوايج راه ديال الضحيه. وعلى بعد كيلومترات يعني من البلاصه اللي كيديروا ليها التمشيط فين لقاو الجثه، غادي يلقاو واحد الشنطه اللي من بعد ما داوها للبحث لقاو على انها كتعود للمجرم. المهم بقاو مستمرين في البحث ديالهم حتى لقاو فعلا بعض الطوموبيلات اللي مشاو لهذيك المسافه ورجعوا، حسبوا المسافه اللي مشاو ورجعوا ولقاو على انهم يعني يقدروا يكونوا واحد فيهم هو المجرم. ومن بعد واحد التدقيق يعني وبحث معمق وصلوا لواحد الطوموبيل وحده هي اللي ضربت تقريبا نفس المسافه بالضبط، واحد الطوموبيل اللي فاخره يعني طوموبيل اللي غاليه بزاف وبين ان مولاها راه لاباس عليه. المهم من بعد التدقيق في كاميرات المراقبه وتعرفوا على نوع السياره، ومن بعد البحث المعمق لقاو ان هاد السياره كترجع لواحد الشخص اللي الاسم ديالو كريم. هاد كريم هذا تزاد سنة 1987 في مدينة الإسكندرية في مصر، قرا ووصل للثانوي. من بعد ما كمل الثانوية ديالو العائلة ديالو غادي ينتقلوا لأمريكا. كريم من بعد ما العائلة ديالو انتقلوا لأمريكا تما غادي يكمل الدراسة ديالو في الجامعة وغادي يتخرج من أكبر جامعة تما في أمريكا. رجع لمصر غيخدم في أحد المدارس في القطانية كيدرس مادة الإنجليزية. دوز معاهم شي مده وخرج من هذيك المدرسه، وهنا فين غيفتح واحد الشركه ديالو ديال الاستيراد والتصدير، وحتى هي ما كملش فيها وخلاها ورجع لامريكا. ملي رجع لامريكا تما غيتعرف على واحد البنت اللي الاسم ديالها لبنى، وحتى هي الاصول ديالها مصريه. هادشي اللي خلاهم دغيا يتفاهموا مع بعضياتهم وقرروا على انهم غيتزوجوا وغيرجعوا يكملوا حياتهم في مصر. تزوجوا ورجعوا لمصر ورزقهم الله بواحد الوليد، وكانوا فاتحين واحد العياده تجميليه وكانوا عايشين حياتهم مزيان ومتفاهمين تقريبا حتى الولد ديالو وصل العمر ديالو 8 سنين. وهنا فين غادي يتفارق هو والزوجه ديالو بسبب انها لقاها كتخونو. رفع عليها دعوه ديال الطلاق بسبب الخيانه وقدم دلائل للمحكمه. هنا المحكمه غتحكم بالحضانه اللي هو يعني هو اللي غياخذ له حضانه ديال ولده. طلق كريم هو والزوجه ديالو ومرته رجعات لامريكا للبلاد ديالها، وتما بقات مره في كتجي كتشوف الابن ديالها. كريم بقى عايش هو وولدو ودخل العالم ديال السوشيال ميديا ودار حساب على التيك توك وحساب في اليوتيوب، وكانوا عنده متابعين اللي بزاف كيعلمهم كيفاش ينطقوا الانجليزيه بحكم انه عاش واحد المده تمايا وكيعلمهم المخارج ديال الحروف. كانوا هاد الحسابات ديالو طالعين وكان تفاعل ديال الناس معاه. الشرطه من بعد ما قلبوا على العنوان ديالو مشاو لقاو ساكن في واحد البلاصه اللي فاخره، يعني بلاصه غا ديال الناس اللي لاباس عليهم، اللي الاسم ديالها دار مصر، وعنده واحد الشقه تما اللي عايش فيها هو والابن ديالو. بقاو كيسولوا في الجيران اللي كلهم كيأكدوا على انه واحد الشخص اللي يعني كيتصرف مزيان، كيهضر مزيان، كيلبس مزيان، ولكن ما عندوش واحد الاختلاط مع الناس، يعني ما مختلطش مع الجيران ديالو. وكان كيجيب صحابو كيجيب اصدقاء كيجيب حتى البنات كانوا كيسهروا كيديروا يعني الموسيقى بالجهد. كان ديما سكران، ولكن همايا كيقولوا على انه بحكم انه كان عايش برا خدا الطباع ديالهم، ما كاينش يعني بما انه موقرهم ما كيجبد معاهم لا صداع لا والو، عاطينو اتساع ومخلين ليه الحريه ديالو. الشرطه خداو كاميرات ديال المراقبه اللي عندهم في هذاك المجمع السكني، ولاحظوا على ان كريم كان كيكون سكران، ديما سكران، ديما راجع للدار سكران، ودائما كيجيب معاه البنات، واغلبيه ديال البنات اللي كيجيو معاه كيجيو وما كيخرجوش. وشافوا على انه واحد النهار وتقريبا بالضبط في التاريخ اللي وقعت فيه هذيك الجريمه اللي لقاوها وهي اخر جثه لقاو ديال هذيك البنت، لاحظوا على انه خرج في يديه واحد الشنطه وهي نفس الشنطه اللي لقاوها في هذاك التمشيط ديال هذاك المحيط ديال الجريمه.
وخرج، ومني خرج هذيك الشانطة ومشى، ملي رجع وهي ما في يدو والو، يعني تخلص منها ورجع. هاد الشي علاش قرروا على انهم غادي يمشيو لعندو ويلقيو عليه القبض ويبحثوا في الشقة ديالو، ربما يلقاو دلائل اخرى. داكشي اللي داروا، مشاو للشقة ديال كريم وتما غيلقاو السيد ما مسوقش وعايش حياته وبحال ما وقع حتى شي حاجة. دخلوا لعندو لقاو عليه القبض وبداو البحث في الشقة ديالو. ومن الحوايج اللي غيتصدموا بها هي انهم غيلقاو واحد الغرفة اللي عازلة للصوت، يعني يوقع فيها اللي يوقع حتى حد ما غيسمع شي حاجة. وتما غادي يلقاو بزاف ديال الادوات اللي كان كيستعملها في التعذيب ديال هاد البنات. المهم لقاو واحد الكرسي وداك الحبال وادوات اللي حاده، المهم بزاف ديال الحوايج. ملي داوه معاهم للمركز ديال التحقيق بدا كينكر وكيقول لهم لا شي حد اللي لفق ليا التهمه ماشي انايا. المهم خداو التليفون ديالو وبحثوا فيه حتى هو، ولقاوه ماسح بزاف ديال التصاور وديال الفيديوهات اللي يقدروا يرجعوهم بالطريقه ديالهم. وتما في غادي يتصدموا في هاد التصاور وفي هاد الفيديوهات، لانهم غيلقاو هادوك البنات اللي لقاوهم ميتين غادي يلقاوهم على انهم كان كرفص عليهم وكان كيمارس عليهم شي اشياء اللي ساديه وجميع انواع طرق التعذيب، لا قبل الموت ديالهم ولا حتى بعد الموت ديالهم. وكان كيشدهم وكينتف لهم هذاك الشعر ديالهم. وهذا الشيء اللي كان كيأكدوا الطب الشرعي على الجثث، يعني انهم كانوا كيتنتف لهم الشعر ديالهم، كان كيضربهم بآلات حادة، كان كيربطهم حتى من عنقهم، وكان كيمارس عليهم التعذيب بجميع الطرق، وكان كيغتصبهم لا قبل الموت ديالهم ولا حتى بعد الموت ديالهم. المهم ملي واجهوه بجميع هاد الدلائل هنا بدا كيعترف ليهم وقال لهم فعلا انه هو اللي ارتكب هاد الجرائم، وانه مرتكب جرائم اخرى في بنات اخرين وضحايا اخرين. هاد الشيء اللي كيصدم، يعني باقي البحث جاري معاه وباقي السيد في التحقيق. وقال لهم على ان هذيك الجريمه الاولى اللي لقاوها في شهر 11 هي كانت ترجع لواحد البنت اللي جابها معاه للدار، يعني كان كيتعرف عليهم في ملاهي ليليه، عارف على ان هذوك البنات ما كيسول عليهم حتى شي حد، كيعرض عليهم واحد المقابل باش يمشوا معاه للدار. ملي كيجيبهم للدار كيدخلهم لهذيك الغرفه اللي عازله للصوت، وكان كيعطيهم واحد المخدر باش يترخاو وما يبقاوش يقدروا يدافعوا على راسهم. وهذا الشيء اللي كان اكدوا الطب الشرعي اللي لقى في الدم ديال الضحايا واحد المخدر اللي طالع بزاف. الايس او الشابو او الكريستال ماس او السبيد كلها مسميات لمخدر واحد. ده مخدر تخليطي خطير جدا، هو مستخرج من ماده الامفيتامين، ودي ماده منشطه وماده شديده التاثير على الجهاز العصبي. وكان كيبغي يشوف هذوك البنات هما كيتعذبوا وكيموتوا حداه بأسوأ الطرق. هاد كريم باقي لحد الان باقي يعني في التحقيق وباقي ما تنطقش عليه بالحكم، لان هاد الجريمه باقا جديده. وحاجه اخرى كيقولوا على ان هاد السيد يعني هاد الشيء اللي دار بحكم داك الشيء اللي دارت ليه مرتو خلى انه كينتقم من البنات، وخاصه البنات اللي خارجين الطريق، يعني البنات اللي كيمارسوا الدعاره، وكينتقم منهم بهذه الطريقه هذه. ولكن انا كيبان لي على انه مريض نفسي، وان ما كاينش شي سبب لهاد الجرائم وبهذه الطريقه وهاد الوحشيه. المهم هنا كتكون سالات القضيه ديالنا ديال اليوم، نتلاقاو في قضيه جديده ان شاء الله. مع السلامه.